السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معكم احمد حكيم وحلقه جديده من حكيم ستيشن. النهارده ان شاء الله معانا تطبيق لطيف هنعمل بيه الفروت سبلاش او الفاكهه اللي بتنفجر وبيطلع منها عصير. الابلكيشن ده بيبقى مشهور قوي في اعلانات عصير الفاكهه، وممكن توظفه لاي استخدام تاني. دي بعض الامثله كده على النت على موقع جيتي ايمجز. هنشوف حاجه زي كده مثلا، التفاحه منفجره وطالع منها عصير التفاح. طيب خلينا نطبق حاجه شبه دي تقريبا. هنروح على سينما 4 دي. هروح عندي هنا على الاسيت براوزر او اللايبراري بتاعتي اللي هي الديفولت البيلت ان في السينما 4 دي، وهقول له مثلا انا عايز ابل. سواء عندك انت بقى موديل جاهز ممكن تدخله تعمل لي امبورت، او يعني احنا هنجيب حاجه جاهزه كده من اللايبراري بتاعت السينما. فهنقول له ابل. في عندك الابل، في الباينابل، في فاكهه كتير كده لو سرشنا. بس خلينا نجيب الابل دي، وهناخد دي اللي هي بماتيريال عاديه مش ريد شيفت، وهي هتنزل معانا هنا. مجرد ما نضغط عليها هنقفل الكلام ده. حجمها صغير قوي، يعني لو نزلت سفير كده مثلا، السفير يعني لو عملنا ان جي كده هنلاقي الحجم صغير جدا مقارنة بالسفير. فخلينا نكبرها شوية، هنقول له تي واعمل لي سكيل كده شوية، ونشيل السفير دي. طيب ان سي عشان اشوف شكلها. التفاحة شكلها لطيف. طيب اول حاجة انا عايز اظبط التفاحة دي عشان تبقى اوبجكت واحد، بدل ما هي متكونة كده من كونكتور وسويب وفيها كذا افكت. لا انا عايز اوحدها كده، يعني اعمل لها ايديت بولي تبقى اوبجكت واحد. فهمسك الكلام ده. انا لو جيت مسكته كده كله وقلت له رايت كليك وكونكت اوبجكتس وديليت، هبص الاقي فيه ديفورميشن في الشكل. عشان كده لازم امسكها واحدة واحدة. هاجي كده عند الابل ورايت كليك كده وهقول له كونكت اوبجكتس وديليت، واسحبها كده بره النول. والسويب دي اللي هي الجزء اللي فوق ده، على حسب والله انت عايزه في الديزاين يظهر معاك او مش عايزه. يعني لو مش عايزه هيبقى معاك شكل التفاحة كده، بس خليه يعني شكله بيكون لطيف. فبرضه بضغط على البكرة بتاعت الماوس عشان يعمل لي سيلكت للتشيلدرن اللي جواه، ورايت كليك وكونكت اوبجكتس وديليت، وبطلع الكلام ده وبمسك الاتنين دول كده وكونكت اوبجكتس وديليت، وهحذف الكلام ده كله. خلاص انا مش عايز غير دي بس. طيب اول حاجه انا هعمل التكسير بتاعها بالفيرنوي فراكتشر. فهروح كده وانا ضاغط الت وهضغط فيرنوي فراكتشر، فهتيجي الابل تشيلدرن ليها. طبعا الالوان اللي بتظهر دي ده التقسيم الديفولت اللي بينزل معايا على التفاح. فانا لو رحت كده في الاتريبيوتس بتاعه الفيرنوي فراكتشر، ممكن اشوف الاوفست فريجمنت، اشوف المسافات كده اللي بين التفاح عندي وشكله. فخلينا نرجعها زيرو. وعندي هنا السورسز، طبعا عدد التوزيع. لو انت حابب ان انت تقطعها حتت اقل من كده، فممكن تزود البوينت اماونت، مثلا بدل ما هي 20 خليها 30. فهيزود لك عدد البوينتس وبالتالي عدد القطع. كل ما بتزود بيعمل لك الكلام ده، بس خليها 20، احنا عايزينها قطع كبيره عشان تبقى ظاهره معانا في السبلاش. وعندنا هنا الافكتورز طبعا فاضيه، فانا عايز اكسرها ويتعمل زي انفجار في النص كده تنفجر، وبعدين العصير يطلع جواها ويبان كأن العصير او السائل ده هو اللي زائق القطعة دي او هو اللي دفعها لبره. طيب انا الاول هشتغل هنا على ان انا احرك الاجزاء دي. فهاجي كده وانا على الفيروني فراكتشر، وهروح على الافكتس بتاعتي وهقول له انا عايز بوش ابارت، يعني دفع للخارج او حاجه تزق لي كده الاجزاء دي. طبعا وانا واقف على الفيروني فراكشر فبتنزل في الافكتورز على طول، ولو ما نزلتش هنا بتقدر تسحبها على طول كده. نرجع على البوش ابارت وهنشوف السترينث بتاعته. هتبص كده تلاقيه بيدفع معاك الاجزاء كده، بس هنلاحظ ان هو بيدفع الاجزاء مفرغه من الداخل. فهنرجع على الفيروني فراكشر كده على الاتريبيوتس بتاعته، وهنروح على الاوبجكتس وهقول له اعمل لي اوبتمايز وقفل لي الهولز بتاعتك دي، خليها متقفله بشكل طبيعي. فهنعمل كده، هتبص تلاقي كده التفاح معاك بقى بشكله الطبيعي لما يتقطع.
فهتظهر معاك كده. طبعا الطبيعي ان الحركه ما بتبقاش سيستماتيك كده، بيبقى لازم فيها راندومايز، القطعه وهي بتطير كده بيحصل فيها دوران، بيتغير مكانها، ما بتبقاش كده بالظبط. فاحنا بنروح كده على نفس الافكتورز، نقول له اديني راندوم، والراندوم ده احنا عايزينه في البوزيشن، يعني القطعه دي تتحرك ومكانها يتغير شويه وهي بتتحرك ويحصل لها روتيشن. فاحنا هنعمل في حاجتين، هنعمل في البوزيشن وفي الروتيشن. هنروح كده على البارامترز، والديفولت بيبقى متعلم على البوزيشن، هنخليها زي ما هي 50 و50 و50 في الاكس والواي والزد. وهنقول له اعمل لي برضو في الروتيشن يعني حاجه زي كده. دي حاجات كده تعملها راندوم زي ما انت عايز. وهنيجي كده على الافكتور، طبعا مش ظاهر التأثير بتاعه لان هو لسه ما اتضافش للفيرنوي فراكشر. هنروح كده على الافكتورز ونروح ساحبين الراندوم كده، فهيبدأ التأثير بتاعه يظهر. يعني لو رجعنا كده على الراندوم واحنا واقفين في الافكتور في السترينث بتاعته في مدى التأثير او قوة التأثير، هتبص كده طبعا ده اللي مأثر معانا على البوزيشن والروتيشن. فده هنظبطه، هنظبط للراندوم مع البوش بارت مع الريال فلو او السائل اللي احنا هنحطه دلوقتي. فخلينا نمسك كده اول حاجة بوش بارت دي، وهنيجي عند الزيرو وهنقول له خلي السترينج بتاعك كده زيرو، وخلي برضو الراندوم زيرو، وهندي كي فريم للكلام ده، وللبوش بارت برضو كي فريم. وهنبدأ دلوقتي بقى ننزل الريال فلو اللي هيعمل معانا العصير. الالوان بتاعه الفيرنوي فراكشر دي لو مضايقاك او حاسس ان شكلها غريب، خلاص احنا شفنا الجزيئات، يعني هي بتساعدك بس ان انت تشوف التقسيمه بتاعتك. فاحنا ممكن نرجع قبل ما نحط السائل بتاعنا، نرجع للفيرنوي فراكشر ونقول له الغي لي الكالرايز اللي محطوط ده، وخليها لي تظهر بشكلها اللي هو كانها تفاحه طبيعيه. نرجع تاني للريال فلو ونقول له حط لي سين بالكامل، وهنيجي هنا على الريال فلو. طبعا هو بينزل لك السين، بينزل لك في الميشز والاميتر، والاميتر اللي هو بيطلق العصير معانا، والمش اللي هو شكل السائل وكل العناصر بتاعته، بس بيطلقها لك كسين او بيحطها لك كعناصر سين. تبدا بعد كده انت تحط تحت كل واحده، يعني احنا اتكلمنا في الكلام ده قبل كده في دروس الريال فلو، تحت كل واحده بتحط بقى العنصر بتاعها. يعني الاميترز هنا لما نحط اميتر او المطلق او اللي هو المصدر بتاع السائل فهينزل تحت الاميتر، لما نحط مش هتنزل تحت الميشر، لما نحط حاجه في الدايمونز هتنزل تحتها، وهكذا. فخلينا نروح كده على الريال فلو ونقول له احنا عايزين الاميتر ده يبقى سفير، عايز حاجه اقرب شكل لشكل التفاحه بتاعتنا، وهندوس بلاي كده ونشوف شكل السائل بتاعنا بيطلع كده. طبعا هو ظاهر كبارتكلز بس مش ظاهر المش بتاعته. فنرجع كده على الريال فلو ونقول له اديني ميشر، فهنبص نلاقيها زي ما الاميتر هنا نزل تحت الاميترز، الميشر نزل تحت الميشرز. وهنقول له اعمل لي بلاي. يعني شكل الميشز كده طبعا شكله كبير، فهنروح على الفلود او التدفق. النوع بتاعه يعني افضل نوعين ممكن نشتغل بيهم هما الفيسكوز والفيسكوليستيك. فخلينا في الفيسكوليستيك، يعني دول عن تجربه انا شايف ان هم افضل نوعين ممكن تشتغل بيهم يطلع لك السوائل بشكل مظبوط. والحاجات اللي هي الليكويد الاس بي اتش والبي بي دي برضو يعني شغالين بس ليهم استخداماتهم. فانا هشتغل هنا بالفيسكوليستيك وهقول له اعمل بلاي تاني. هتبص تلاقي الى حد ما يعني شكل السائل تعدل معاك شويه، لسه الدنيا تخينه كده وكبيره. فهنبدا نعدل في بعض الحاجات هنا في الميشز وفي الاميتر. خلينا نروح الاول على الاميتر وهنقول له احنا عايزين يعني خلي بدل الويدث ده، الويدث كبير قوي، احنا عايزين يبدا من جوه التفاحه، فخليه بدل مثلا ما هو 100 سم هنخليه 50 سم، يعني يبدا من جواها كده. ونيجي على الاميشن مثلا نقول له خلي السبيد نزودها شويه، خليها مثلا 500. ونجرب كل ما نعمل حاجه كده نجرب ونعدل في البارامترز بتاعتنا لحد ما نوصل للحاجه اللي احنا عايزينها. هاجي كده على الميشر، عندي هنا الراديوس
8. يعني ممكن مثلا نصغره شوية، نخليه مثلا 5 ونشوف. يعني حاجة زي كده بدأت تفك من بعضها، يعني تبقى إلى حد ما يعني تقرب من شكل العصير بتاعنا. وممكن السموث هنا نجرب نزود فيها، يعني نخليها 1 كده مثلا. طبعا انت طول ما انت شغال بتجرب، لان مفيش قيم ثابته او مفيش اتريبيوتس ثابته للكلام ده. انت بتفضل تجرب كده. في حاجات ثابته مثلا في لو انت بتعمل ريفليكشن ريفراكشن اللي هي الحاجات الفيزيائيا ثابته. لكن حاجه زي كده انت على حسب الاعلان بقى اللي انت شغال عليه. هنا الثيننج التخانه بقى بتاعت الليكويد بتاعك. هنا لو حابب تعلي الريزوليوشن مثلا، بدل ما هو لو تخليه ميديوم، يعني بيحسن لك الجودة بتاعت الأطراف والحدة بتاعتها والكلام ده. ممكن نجرب حاجة زي كده. بص كده تحس إن الدنيا أنعم شوية معاك. فدي يعني مش عايزين نضيع وقت كبير فيها. ممكن تجرب فيها أنت براحتك. خلينا نخلي دي كده مثلا، خليها 7. انا شايف كده الدنيا كويسه الى حد كبير، يعني مع الماتيريال ومع سرعه الانيميشن. طبعا احنا هنا عشان بيعمل سيميوليشن فبيتحرك فريم باي فريم، فالدنيا بطيئه فمش باين معاك الفاينل افكت. خلينا كده بقى نظبط حركه الانفجار اللي جوه التفاحه مع حركه السائل. طيب احنا كده هنعملها زي ما قلنا من البوش بارت ومن الراندوم. فخلينا كده نظبطها. يعني ادي الراندوم والبوش بارت، احنا ما تنساش ان احنا مدين كي فريم عند الفريم رقم 0. فهاجي عند البوش بارت كده وهقول له بلاي. واول ما تتحرك معايا مثلا حاجه زي كده، يعني اشوف انا نهايه المشهد، يعني انا عايز الكاميرا تجيب معايا لحد فين. افترض ان المشهد معايا مثلا هينتهي عند الفريم رقم 25 زي كده مثلا. فهاجي عند السترينث وهعمل كده حاجه زي كده، واديله كي فريم. وهرجع على الراندوم وهعدل بقى عشان يعدل لي في الدوران وفي البوزيشن بتاع القطع المتطايرة. اوصله مثلا 100%، وهقول له برضو ادي لي كي فريم. وهشوف الكلام ده عشان اظبطه بالظبط. طبعا احنا محتاجين هنا ان البوش بارت يرجع ورا شوية، حاجة زي كده. وممكن الراندوم برضو نرجع بيه شوية عشان يبان الافكت بتاعه بسرعة معانا. طيب اعتقد كده الدنيا جميلة معانا، يعني مع شوية ماتيريالز وتظبيط لايتنج والكلام ده. والريندر سيتنجز مظبوطه، هيطلع معانا ان شاء الله المشهد حلو جدا. بس احنا ممكن نعمل حاجه تزود معانا الواقعيه في اصطدام جزيئات التفاح او قطع التفاح دي بالسبلاش بتاعنا. ممكن اجي كده على الفيرنوي فراكشر وهقول له رايت كليك واعمل لي تاج اللي هو الريل فلو تاج. اعمل لي كولايدر من اكستنشنز هنا ريل فلو تاجز، ويخليك كولايدر. كولايدر هيخلي اصطدام السائل ده بالاجزاء واقعي شويه. يعني هتبص هتلاقي فيه اختلاف. يعني لو جينا كده من 0، طبعا الدنيا هتتقل معاك لان هو هيتعامل مع كل جزء من الاجزاء دي على ان هو يعني بص ما تنساش ان هي محطوطه في الفيرنوي فراكتشر. فكل قطعه من قطع الابل دي هيتعامل معاها على انها كولايدر، فهتبقى الدنيا ابطأ. بس هيخلي احساس ان اصطدامه بالاجزاء
واقعي اكتر، زي ما بيحصل الانفجار دلوقتي. بص كده تحس ان السائل بيزق قطع التفاحه. يعني هنا مثلا الجزء ده اللي هو بين قطعتين، السائل طالع منه كتير. هنا السائل فاهم ان هنا في قطعه تفاح، فهو بيزقها يعني مش مخترقها. هنا نفس الكلام وهكذا. فده اللي بيدي الشغل ده معاك واقعية. خلينا نسيف المشهد بتاعنا بس عشان لو حصل كراشنج ولا حاجة. تمام. طيب احنا كده الدنيا معانا كويسة، بس ممكن نضيف كاميرا وبتاخد روتيشن كده عشان يعني تجيب لك الدنيا وهي بتلف بشكل حلو كده. فممكن بسرعة كده نضيف سيركل ونخليها في اتجاه الواي. خلينا نبص كده على المشهد بتاعنا وهنقول له اديني كاميرا في الجزء ده، وخلينا ابص في الكاميرا كده. وبعدين هحط حاجة في النص تبقى تارجت، وليكن مثلا خليها تورس، بس نصغره شوية كده. وهاجي على الكاميرا ورايت كليك كده وانيميشن تاجز وتارجت، وهقول له خلي التارجت ده التورس بتاعنا، بس ان الكاميرا تبقى بصاله كده. وهعمل ان الكاميرا برضو تمشي على سبلاين، اقول له انيميشن تاجز والاين تو سبلاين، وهخلي السبلاين ده هو السيركل بتاعتنا. فهتبص هتلاقي الدنيا معاك كده. طبعا التورس دي مش هتظهر معانا لا في ريندر ولا عايزينها حتى تبان في المشهد بتاعنا. طيب انت ممكن تبدأ بقى المشهد معاك بحاجة كلوز اب، حاجة قريبة زي كده. وتيجي السيركل دي تعمل لها انيميشن. ممكن تعمل انيميشن مثلا للراديوس ان هي تبقى معاك مثلا بادئة يعني حاجة زي كده مثلا. نرجع لفريم زيرو ونقول له ادي لي هنا كي فريم، ونيجي مثلا نتحرك كده مع الانيميشن بتاعنا ونشوف السبلاش. يعني اتوقع بدل الانتظار بتاع السيميوليشن خلينا كده نجري مثلا في الفريم رقم 30، نقول له خلي الريديوس ده يكبر حاجة زي كده واديله كي فريم. وهنمسك الكاميرا نفسها او الباث بتاعها والالاين تو سبلاين بتاعها، وهنعدل في البوزيشن. هنقول له مثلا تعالى كده احنا وهنا خليك في البوزيشن خليه صفر، ومثلا تعالى في الفريم رقم 30 مثلا خليك لف لي كده الكاميرا حاجة مثلا زي كده، ونقول له بلاي. يعني اعتقد النتيجة اللي احنا وصل لها دي جميلة. يعني حتى حركة الكاميرا كده وهي بتلف، طبعا انت ممكن تحط هيليكس وتدور حواليه الكاميرا من فوق لتحت كده، يبقى محيط بالتفاحة بتاعتك وتطلع في شكل سينماتيك بشكل احلى من كده. بس دي حاجات تقدر تظبطها بقى مع نفسك وتطور فيها. حاجة أخيرة فاضلة معانا. طبعا الريندر احنا بنرندر بأوكتين أو أيا كان الريندر انجن اللي أنت بتستخدمه. بس في حاجة عندك هنا مثلا التفاحة دي واخدة عندك الماتيريال بتاعتها وظاهرة معانا هنا. فأيا كان الماتيريال اللي أنت هتعملها ليها يعني في عندك الفورناي فراكتشر. ما ننساش إن هو بيدي لك في الأوبشنز الجميلة بتاعته حاجة اسمها السلكشنز اللي هي بتحدد انت. هو بيقول لك بعد الانفجار او التكسير اللي انا هعمله عايز احدد لك ايه اجزاء في اللي انا كسرته ده. فاحنا بنقول له الانسايد فيسز وبتظهر معاك هنا كانك عامل سيت سelection. فبنقول له انسايد فيسز وبتظهر بالشكل ده. طبعا في الحاله دي لو انت جيت تحط الماتيريال بتاعتك، يعني مثلا هنلغي الماتيريال دي ودي
وهنقول له حط لي ماتيريال التفاحه على الفورنوي فراكتشر بالكامل. طبعا هيحطها لك على اللي من جوه واللي من بره، وده مش لوجيك. فهنيجي مثلا، خلينا نعمل حاجه سريعه كده، يعني انت بقى تظبطها بالاوكتين او الريد شيفت براحتك، بس خلينا نحطها كده. انا هحط ماتيريال للاجزاء الداخليه، احطها كده واقول له خلي الماتيريال دي تاخد الست سيلكشن اللي جوه، يعني تتحط بس على الاجزاء الداخليه، هتلاقيها اتحطت معاك بالشكل ده. يعني مثلا عشان نشوفها، افترض ان شكلها اصفر او لونها اصفر بالشكل ده. فدي حاجه حلوه جدا وبتسهل عليك الشغل بتاع الفيرنوي فراكتشر. بس كده يا شباب، ده درس النهارده. اتمنى ان هو يكون ضاف لك شويه معلومات في شغل الجرافيك والفي اف اكس. لو عجبك المحتوى اللي بنقدمه، ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك تنبيهات الحلقات الجديده، وشير الحلقه مع اي حد مهتم من زمايلك. كان معكم احمد حكيم من حكيم ستيشن. تحياتي، السلام عليكم ورحمه الله.